السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من المرة اللي فاتت، وجيت عشان اكمل لكم الكلام عشان اكيد مستنيين تسمعوا. طبعا الكل مستني قرار العملية جه ازاي، وفي اللي ما خدش باله اصلا انا عملت عملية ايه، وفي اللي لسه جاي دلوقتي اول مرة يشوفني خالص وعايز يعرف ايه الحكاية والكلام على ايه. انا فاهمكم الكلام على ايه. نبذة مختصرة سريعة كده. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على السمنة، الوراثة واللخبطة والحاجات دي كلها اللي احنا بنعاني منها، وحاولنا كتير وعملنا دايت كتير، ومع مرور سنين كتير، مش كتير قوي عشان احنا لسه صغيرين ما بنكبرش مبدئيا يعني، قلنا لا خلاص لازم ناخد وقفة ولازم نعمل عملية علشان نخس. لاننا جربنا دايت كتير زي ما قلت كده في الفيديو اللي فات، من وانا لسه في ابتدائي وانا بعمل دايت، ونخس ونتخن ونخس ونتخن، لان احنا عارفين ان القصة دي كلها عبارة عن لايف ستايل لازم نعيش بيه طول حياتنا. بس طبعا محدش هيقدر على كده، يعني انا نفسي ما قدرتش ان انا اعيش طول حياتي عاملة دايت. بس المهم خدنا براشيم كتير وخدنا علاجات كتير وخدنا حاجات كتير، بس برضو مفيش فايدة. فجأة حصل دروب معين وعملنا عملية المرارة، واللي يعرف بيها يعرف ان هي بتقلل الحرق كمان، يعني الطينة زادت، او معنى صح المبلة زادت طينة، حاجة كده يعني. مش عارفة المثل قوي، اللي عارف المثل بالظبط يكتبولي في الكومنتس تحت. المهم تعدي الايام وتعدي السنين، فجأة ظهري بيوجعني، انا تعبانة مش قادرة. فجأة انا حاسة ان انا ست كبيرة كده مع اني لسه في الثلاثينات. في حاجات بتحصل انا تعبانة بس انا مش عارفة الحل، بحاول بس بفشل. بفشل. بعمل دايت كتير ومفيش فايدة. المهم لحد ما جينا قرار العملية في بالي بقاله سنين، بس الخطوة مش عارفة اخدها خالص لأسباب كتير. اولا دايما في تردد كده، رجل بره ورجل جوه، خايفة 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 مع اني مقررة ان انا عايزاها. ثانيا ومش هنكدب على بعض، العملية مكلفة جدا جدا. ثالثا طب ماشي عندي ظرف كذا هقضيه بس الاول وبعد كده بقى اعمل عملية. خلص الظرف ده، بعد كده عندي ظرف تاني هقضيه الاول وبعد كده بقى اعمل عملية. خلص الظرف التاني، بعد كده اصل في كذا اولى. المهم لقيت نفسي ببدي كل الحاجات على نفسي، بقول ان كل حاجة اولى الا نفسي، مع ان اكتشفت ان المفروض انا ابقى الاساس اللي ببني عليه كل حاجة بعد كده. المهم في قعدة صفا كده بتكلم مع ماما ربنا يديها الصحة، قالت لي ايه، ما تعملي العملية. ما هي شايفة بنتها بقى بتكبر في السن وهي لسه صغيرة. ولقيتني بشتكي من رجلي، جالي وجع في ركبي كده، يعني اجي اطلع احس ان انا بتسند عشان اطلع ركبي بتوجعني، تعباني جدا، غير وجع ظهري اللي معايا بقى من زمان. فالقصة كده بقى ايه، بتبوخ قوي. المهم قالت لي طب ما تيجي تعملي العملية. طيب يا ماما طب ما فلوسها مش موجودة دلوقتي. قالت لي يا ستي ادينا مع بعض. قلت لا لا سيبيها بس على الله كده. بس ما اكدبش عليكم بقى، الفكرة ايه نطت في دماغي مرة تانية يعني. قاعدة مع نفسي اللي هو بفكر الكلام ده كان قبل رمضان اللي فات على طول. وخلاص بقى الفكرة خلاص انا قررت ان انا عايزة اعمل عملية، هعملها. طب ما انا فلوسها معايا مش كاملة، مش مشكلة هتصرف. بدون ذكر انا جبت الفلوس منين بالظبط، بس هتصرف، مش هينفع ما اعملهاش. بس بقيت خايفة بصراحة، بقيت خايفة قوي، يعني لدرجة ان انا ايه قلت هعملها قبل رمضان، بس بقت دماغي جايبة ان ايه لا انا هستنى لبعد العيد لسبب. بقيت خايفة ان انا يجرالي حاجة. يعني انا مش بضحك عشان هي حاجة تضحك، لا بضحك على المأساويات اللي الواحد كان عايش فيها والله. يعني انا مأساويات ساعات بتقلب معايا بضحكة كده يعني، والحمد لله دي حاجة حلوة. بقيت خايفة ان انا يجرالي حاجة و... وما اطلعش من اوضه العمليات، ف... فنكد عليهم في رمضان وفي العيد وكده. فبقى عندي حاجه جوايا بتقولي ايه، لا خلاص قضي رمضان والعيد وبعد كده بقى اعملي العمليه عشان ما تنكديش على حد لو لا قدر الله جرالي حاجه. مشاعر كلها عكس بعضها،
كلها، ما فيهاش حاجه واحده بتطمن يعني مش عارف، كله عكس بعضه، كله عكس بعضه. المهم، ولقيت ماما بتقول لي يا ستي قضي رمضان والعيد كده وسط ولادك وكلي واتبسطي معاهم، وبعد العيد يبقى يحلها ربنا. قلت لها ماشي. انا قلت ماشي عشان اللي في دماغي، وهي شايفه كذا عشان بنتها ما تبقاش تعبانه وكلام من ده. خلصنا العيد قبل رمضان على طول، او معنى صح واحنا في رمضان، كان في دكتور معين انا عامله حسابي ان انا هو ده الدكتور. شفت اوفر ليه على الفيسبوك، انا معرفش دكاتره، شفت اوفر ليه على الفيسبوك، قلت لا تمام هو ده الدكتور اللي انا ان شاء الله هعمل معاه عمليه. كان البادجت بتاع العمليه يعني الى حد ما كويس. تمام. كنت مخططه لعمليه التكميم. تمام. بالصدفه بتكلم مع حد من ضمن الاعلانات الكتير قوي اللي بتظهر لي، اقترحت عليا عمليه الساسي. طب ايه ظروفها؟ قالت لي هي تعتبر عمليه تكميم وعمليه تحويل مسار، منها ان احنا بنقص جزء من المعده، ومنها ان احنا بنعمل مسار اضافي للمعده عشان اي زيادات حلويات كلام من ده نتخلص منها على طول. قلت بس انا همسك في دي، ايوه انا همسك فيها. فمن هنا قررت ان انا عايزه اعمل الساسي. ماشي. وخلاص انا مقرره على الدكتور اللي انا هعمل عنده العمليه، وقضينا العيد وعيدنا. اول اسبوع بعد العيد على طول بمسك التليفون علشان اجيب رقم الدكتور اللي انا مقرره ان انا هتصل احجز عنده. لقيت جاي اعلان على الفيسبوك باسم دكتور تاني، ورقم التليفون بتاعه والبادجت بتاعه اقل من الدكتور اللي انا كنت مقرره ومحدده ومخططه وعامله كل الحاجات ان انا هعمل العمليه معاه بكتير، برقم يعني رقم كويس، رقم محترم. قلت بس هو ده. معرفوش، معرفش حاجه عنه. كل اللي انا عرفته عنه بس ان انا دخلت على صفحته لقيت ريفيوهات كتير قوي قوي، وانا يعني موضوع الريفيوهات ده بصراحه بياخد قلبي، بقتنع بيه جدا يعني. اتصلت على الدكتور قال لي ده في كشف النهارده. طب انا كده مش هلحق النهارده. طب تمام خلاص تعالي الاسبوع الجاي. رحت الاسبوع الجاي، اما قلتش لحد غير 1 2 3 4 اللي هم اقرب الناس، بس اللي هم المحيط بتاعي بمعنى اصح. انا مش عايزه حد يعرف عني حاجه خالص، ومش عايزه حد يقول لي لا، ومش عايزه حد يقول لي ليه يا بنتي وما تعمليش وما تسويش. انا ادرى بحياتي، وانا ادرى ان انا تعبانه، وانا شايفه صحتي في النازل، فانا مش مستحمله كلمه من حد. بس المهم رحت كشفت، وزنت. الدكتور قال لي لو تمام هنعمل التحاليل حالا، ويبقى كده جديه حجز عمليه، وعلى تليفون تبعتيلي التحاليل على الواتساب ونحدد ميعاد العمليه. انا كل الموضوع ان انا مستعجله جدا من الخوف، يعني انا عندي استعجال عشان انا خايفه، وكمان كنت داخله على امتحانات بنتي، فاللي هو معايا حاجات كتير قوي ملخبطه ومشاعر كتير ورعب رعب رعب رعب. حددنا العمليه، دخلنا العمليات. تحبوا احكي لكم بقى اليوم بتاع العمليه كان عامل ازاي، ولا نخليها المره الجايه؟ نخليها المره الجايه. احكي لكم اليوم اللي انا كنت رايحه فيه العمليه ده، التجهيزات اللي قبلها كانت ايه، يوم العمليه الصبح كان ايه، يوم العمليه وانا داخله العمليه كان ايه، وانا طالعه من العمليه كان ايه، وكلكم وانا نازله من البيت كان ايه. ده كان حاجه لوحدها يعني. بس صدقوني والله هي رحله تستحق التعب، تستحق المجازفه، صحتنا تستاهل. كفايه ان احنا بنشتري صحتنا اللي ضايعه بقالها سنين كتير قوي، فكفايه. طبعا احنا لو وصلنا لحد هنا عارفين هنعمل ايه، لايك شير سبسكرايب، وهتستنوا الفيديو الجاي عشان هقول لكم بقى اللي تم واللي حصل، وهتابع معاكم بقى كل حاجه اول باول. ما تنسوش تدعموني دايما، ومستنياكم. باي باي.